يا جدعان النهارده معايا يعني انا انتوا مش متخيلين انا مبسوط ازاي. معايا اقوى بروديوسر في مصر يا جماعه الوايلي، واقوى بروديوسر في مصر برضو حاتم. بس ايه الكلام؟ اخباركم ايه؟ الحمد لله. انا مبسوط فشخ ان انتوا معايا النهارده بجد. مبسوط بطريقه انتوا مش متخيلين، عشان دي حاسس ان ده حاجه جامده قوي يا جدعان. معايا الوايلي وحاتم، بتهزروا يعني؟ والله احنا المبسوطين. لا انا اكتر والله. ايه اخبار السين؟ انت ساعدني بجد. لا، انا حاسس ان حاتم فاهم اللي هو عايز يقول حاجات بس مش هينفع يقولها. طب تعالى عشان نمشيها صح. تعالى كل حاجه بالدور. تمام. انا عايز اسال سؤال. في اسئله كتير بعتت لي، اولهم ازاي الوايلي بدا مزيكا؟ كنت بلعب كونكر. ايه بجد؟ والله. العربي قهر اونلاين. اه وحد بعت لي لينك لتراك دب ستيب هو عامله، قلت له عملته ازاي. الكلام ده وانا عندي 13 سنه مثلا. حل لي باف ال استوديو، فرحت عملت داونلود لاف ال استوديو. فضلتش فاهم فيه حاجه لمده سنتين مثلا. بس سايبه عندك؟ بس بفتحه كل شهر كده، احط حاجات في اوكي الشانل راك دي، اقعد ارص درامز ومش عارف ايه. جامد. بعد كده سمعت لو فاي وحبيته فشخ الجانرا. فقعدت اعمل حاجات وارفعها على النت. بعد كده جه ناتشورال بروجريشن. تمام. جامد. هل كنت بتستخدم اسم قبل الوايلي؟ اسمه فيد ده كان على ساوند كلاود صح؟ ايوه FADE. ده الاوجيز بس اللي يعرفوا حاجه زي كده يا جدعان. الاوجيز. سؤال تاني، ليه الوايلي بدأ؟ ليه حب المزيكا عامه؟ هل في حاجه حببته حاجه معينه؟ تنسيق جغرافي بتاع ثانويه عامه. بجد؟ والله العظيم كنت بدور على اي كليه تطلعني بره سوهاج يعني، فلقيت تربيه موسيقيه. فقدمت فيها. بعد كده قلت طب ما انا كده كنت محمل اف ال استوديو، فاهم فيه شويه حاجات. يلا بينا. طب ما خلاص بقى، وبتاخد من 59%. تحفه. وانا كنت جايب 66 اصلا، فحاسس اللي هو مظبوط. عندي مستقبل. عندي مستقبل يعني. تحفه. دخلت في ايه؟ انا مش من اخميم يا بشوي، بس طبعا اخميم كلها فوق دماغي، بس انا من سوهاج نفسها المدينه. عايز اقول معلومه. انا ابتديت مزيكا يا جماعه بسبب كريم. ايه بجد؟ ابتديت مزيكا على ايد كريم اصلا في ورك شوب لكريم. حضر ورشه ميوزك برودكشن كنت عاملها زمان. دي اللي انت كنت اعلنت عنها قبل كده في فيديو صح؟ اللي هو انا عايز اعمل ورشه برودكشن صح؟ ده والله دي كانت يعني كنت عايز اعمل واحده ثانيه. هو كان عامل واحده. بس في واحده اتعملت زمان في المعادي هنا مش عارف. وده كان فايرات لحاتم يا جدعان. حاتم والوايلي يا جماعه بعد اذنكم. بس انا هعمل فاير انا بنفسي. اعمل فاير. يعني انتوا بتهزروا. فاول معلومه ليا جت من مزيكا خالص اصلا كانت على ايد كريم، اللي هو اول حاجه خالص اتعلمتها. ايوه دي فايرات. ايوه هو ده كنت فان اللي هو بروح اي حفله بيعملها في اي حته، اللي هو بطرده في اي حفله، بروح اي مكان. اخويا حاتم عملت مزيكا. بعد كده كان جات لي فرصه السنه دي بقى اللي احنا نشتغل مع بعض على عامه. انا مبسوط فشخ بالبروجريشن ده اللي هو انا كنت بسمع ده واتقابلنا في مكان، واللي انا كنت بسمع مزيكا بس وحبيت المزيكا بسبب شخص. فيعني يعني بيج ريسبكت للوايلي والحاتم الصراحه ان انت عملت ده، ان انت كملت في المزيكا عامه. كان في سؤال، الوايلي بيسمع مين بره مصر؟ مين الجانرا اللي بيحبها؟ ومين الارتست اللي بيحبه اللي هو ممكن يسمعه لفتره كبيره؟ والله بسمع الكترونيك واندي وكلاسيك. صدقني جات لي سبوتيفاي ليست بتاع التوب 5 بتاعتك دي. ما اعرفش اسم ولا واحد فيهم. ايه ده بجد؟ انت بتسمع المزيكا من غير ما مش مهتم مين الارتست؟ اللي هو عادي يعني لو لقيت نفس الارتست طلع منه كذا حاجه هحب الارتست. اوكي جامد. ودي بتحصل قليل يعني. جامد قوي. بس اغلب الوقت حاجات راندوم تماما. بحب فلوم بس الناس قفشه ده. واحد عامل ريبلاي للوايلي ستام بيقول لك قفشتك يا حاتم. في بروديوسر اسمه ميديسن ده. اوف جامد. دعاء صلاح، ما اعرفش تعرفها ولا لا. لا بصراحه. بريتش بتغني انجلش. جامد قوي. فلوتنج بوينتس ما اعرفش برضو. جامد. ايمانو بروديوسر طرش. لورن بروديوسر. كلامز كازينو ده الوحيد اللي ممكن تكون عارفه. ايوه انا عارف كلامز كازينو. انا حافظ حاجته حرفيا. تحفه. فحاجات زي كده. لا بس جامد قوي. سؤال بقى، مين اكتر حد الوايلي حابب يشتغل معاه مصري؟ يعني هو حاسس ان هما الاثنين في كيمستري هتحصل ما بينهم. حماده هلال. والله بجد. والله انت عارف ان حماده هلال كان اولموست ثالث اكونت يعمل لي فولو على تويتر بدون اي، ما كنتش نزلت حاجه ولا العاب دوري اشتهرت ولا في اي حاجه. ايه ده بجد؟ والله ولسه عامل لي فولو لحد دلوقتي. تحفه. انا ما اعرفش، حاسس الراجل ده رايق يعني. انا حسيت ان الاجابه دي اغرب اجابه. انا يعني ما كنتش متوقع الاجابه دي خالص. كنت متوقع مثلا تقول لي حد مثلا زي عمرو دياب مثلا او كده. لا عمرو دياب هيقول لي بص بقى احنا هنجيب الجيتار خلاص. طب يعني تمام انت هتعمل اغاني عمرو دياب، انا فايدتي ايه في الاغاني؟ صح. حاتم عايز تعمل مين مع اكتر حد في السين المصري؟
اكتر حد عايز اشتغل معاه في السين المصري الجيل برضو بتاع عمرو دياب حاسس حماقي او انا حاسس ان حماقي شيرين انا غير اجابتي لشيرين برضو. انت وحماقي حاسس ان انتوا الاثنين لاقيين على بعض قوي فاهم قصدي؟ انا جاي له ناويها الصراحه انا برضو يعني نفس الحاجه فاهم قصدي. ما قلتيش بتسمع مين من بره؟ بسمع مين من بره؟ بسمع روفوس دي سول وراديو هيد جميل فشخ. بلاي بوي كارتي فشخ عامه. انا معلق. لا وكارتي قبل الريج اما كان بيتات كارتي كده كانت لطيفه كده وجوها اجمل من الغشامه. تعرف ان انا حاطط الفلاج بتاعه عندي في الاوضه بجد ميوزك معلقه بس ما بحبش الالبوم ده اصلا. بس عندنا واحد هو ده اللي مع حمامه اظن ولا ايس سبايس مع فلاج ايس سبايس بجد. الفلاج بتاع ممنوع دخول حمامه. سؤال بقى ليكم انتوا الاثنين يا جماعه والنتله حمامه بس عايزين دبليو كده يا جماعه دبليو حمامه بعد اذنكم يا جماعه. دبليو الحمامه دبليو النادين دبليو لامي لو هي في الشارع اي حاجه ادوا له دبليو على طول. و15 و15 موجود ده 15 ما اظنش. ايه التراك اللي الوايلي عمله ولسه عايش معايا لحد دلوقتي؟ ايه التراك اللي هو ايكونيك بالنسبه لك اللي هو انا بحب التراك ده قريب مني؟ والله بحب يا سلام. يا سلام يعني حتى وانا بلعب حفلات بستنى اخر الحفله عشان اشغل يا سلام وبتاع كده اغني معاها وبتاع بحس كده فايبس حلوه. انت عارف انا مبسوط ليه؟ لان انا كنت هقول لك كده والله العظيم بجد؟ اقسم بالله ده اكتر تراك ليك. يعني كان عايش معايا لان الفتره دي انا كان يعني مش مهم يعني بس هو كان عايش معايا. وانت حد ايه اكتر تراك انت عملته وشايف ان ده اكتر تراك هو انت حاسس بيه قريب منك؟ حاسس تراك تعالى اللي كنت انا ومروان برضو انا عارف التراك ده ساعتها ان ده شيء ممكن اكمل فيه كساوند او كاتجاه انت معين برضو. الدايركشن ده عامه انا حسيته فيك قوي اللي هو ايه محدش بيعمل ده. انا حسيت الساوند ده عاجبني قوي الصراحه ده اكتر حاجه نازله عندي انا بحبها. حلو قوي. في فرصه ان احنا نشوف ابي يوسف والوايلي مليون في المية. يلا بينا كده. يلا بينا تماما. بس انا محتاج اصدر بيتات. انا محتاج اصدر بيتات اكتر بس هي دي الفكره. اوكي سؤال بقى السؤال ده قوي قوي. ايه رايكم في الارتست اللي بيحاول يبقى متكامل بحيث ان هو يبقى بروديوسر وفي نفس الوقت يحافظ ان هو يبقى ارتست؟ الشخص المتكامل هل شايفين ان في ناس في مصر عرفت تعمل ده وفعلا يبقوا متكاملين؟ هو يعني مش تكامل ونقصان فاهم قصدي. هو تحس اضافه للسكيلز بتاعتي بس ما يعني مش هقول على الارتست اللي بيعرف يبرودوس متكامل والارتست اللي ما بيعرفش يبرودوس نقصان فاهم قصدي. اوكي فاهم بس قصدي ان هو في ناس عارفه تظبطها كتير عارفه تعمل ده تالي كله كل البروديوسرز. طب البروديوسر اللي بقى ارتست لا ما حدش فيهم عارف يظبط اي حاجه. انا بالنسبه لي في 2 كانوا بروديوسرز وبقوا ارتست وهم دول مروان وليجاسي. انا هم دول كانوا بروديوسرز في الاول. انا كنت فاكرهم ارتست بعد كده بقوا بروديوسر. لا هم كانوا بادئين بروديوسرز وبعدها بقوا ارتست. دول الاثنين الوحيدين. طب لا دول كده غيروا موازين. هم دول بس اللي انا فعلا شايف ان هم عملوا كده. الباقي كان ارتست وبقى بروديوسر. سؤال بقى ايه مهمه بقى. هل انتوا شايفين ان التراب في مصر خلاص جاب اخره؟ شايفين ان هو مات وهل في جنرا جديده خلاص هتيجي؟ قصدك التراب بمعنى الغنى ولا البيتات؟ لا البيتات. اتفضل حاجه. لا انا عايز اسمع رايك انت الاول. انا حاسس ان مفيش حاجه دخلت بتموت كده يعني كل انواع الفن لما دخلت مصر فضلت مستمره بس اكيد مش نمبر 1 يعني دايما. اوكي حاسس الراب كراب بعيدا عن التراب هيفضل مستمر عادي ده ما لا نهايه لحد ما نموت. التراب هيبقى جزء منه لا يتجزأ عشان هو لسه موجود بره عادي جدا فهو هيبقى زي ستايل اضاف للناس اللي بتعمل ريجا والناس اللي بتعمل اكيد مش عارف برازيليان فانك والناس اللي مش هيبقى ستايل موجود وسط كل الستايلات اللي احنا بنختار منها بس هم كلهم ميتين اصلا دلوقتي. يعني هو ايه اللي عايش؟ ايه اللي عايش؟ انا عايز اقول رايي في التراب الصراحه. قول. انا حاسس البيتات بتاعت التراب اللي بتتعمل في مصر لغايه دلوقتي او لو انا بروديوسر مصري مش لازم يبقى كل الساوند بتاعي قايم على اللي انا بعمل تراب بس. دي النقطه اللي عايز اقولها بس. فاهمك اللي هو ممكن اغير عادي. هو مفيش حد يعني اي حد يقول لي انا بروديوسر اسمه ايه ده غير التراب ده دريل او انا بروديوسر شعبي بس او انا بروديوسر مش قاعد يعني هكرنج فاهم قصدي. يعني انت ما عملتش حاجه اصلا المفروض بتقول على نفسك فنان بعد كده تكمل يعني شوف الدنيا فيها ايه. فاهم. سؤال تاني ايه اكتر حفله انت عملتها حاسسها ان هي قريبه ليك؟ هي بتاعت محمود الحسيني بجد عشان احنا اللي كنا عاملينها يعني احنا اللي كنا من اول شكل الستيج لاول كل شاشه هيتحط عليها ايه لحد
نوع المايك اللي مستخدمين، يعني احنا فعلا كنا ماسكين الحفله دي من اولها لاخرها جامد. فطلعت زي ما احنا عاوزين بالظبط ويمكن احسن. جامد. حتى الناس اللي بتحضر لي حفلات هتقول لك دي افشخ حفله حضرتها الوايلي وكده، فتمام. انا حضرتها يا جدعان، سابقني بجد. يعني ما كنتش بعمل مزيكا ايامها، حضرتها واتبسطت لدرجه اني عاوز اعمل مزيكا. تحفه. طب انت ايه اكتر حفله حضرتها ليك؟ حضرتها كانت حفله بروجكت ميم مع مروان. بحب الحفله دي الصراحه الحفله دي تحفه الصراحه. طب ايه رايكم في سوق الاعلانات؟ هل دخل اثر على السين بشكل سلبي ولا ايجابي؟ غشش انت السؤال ده بصراحه ما تقولش مين اللي قاله لي. جماعه انا دورت على السؤال ده لوحدي. قول يا حاتم، السؤال ده موجه ليك. سوق الاعلانات اثر على المجال قد ايه؟ وهل بشكل سلبي ولا ايجابي؟ بشكل اكيد سلبي. ليه؟ من وجهة نظري. ليه بقى؟ لان خلى ناس كتير تفكر في ايه اللي هيجيب اعلانات، مش ايه اللي انا عايز اعمله اصلا يعني، او ايه اللي هعمله هينفع يجيب لي اعلانات. اوكي. او تحديد الهوية نفسها. لازم هويتي تكون متوافقة مع فكرة ان انا ممكن اطلع في اعلان بعدين، حتى لو الاغنية مش اعلان. بس انا كارتست محتاج اللي بعمله ما يكونش ولا داخل قوي جوه ولا بره قوي، عشان ما ابقاش تافه وابقى في حته كده اعلانات فريندلي كده تحسه بادج، فاهم قصدي؟ بحيث لو جابوني في اعلان عارف ادي. اوكي. ولا هعبر نفسي، مش هزعق في التراكات، مش يعني فاهم قصدي؟ في تحسها ليميتس كده بالظبط محطوطه بس محدش بيتكلم عليها. هم متارجتين ده من الاول. وحتى لو هم مش عارفين، ودي حاجه مضحكه يعني، بقى الذوق المصري هو كده اصلا كله على بعض. هل قبل ما تشتغل في السينما ليك الحق تعرف تفاصيل الفيلم كله؟ لازم. ايه ده بجد؟ ولا هشتغل على ايه؟ لازم تعرف الفيلم كمان. انت بتشوف الفيلم قبل ما تعمل المزيكا بتاعته؟ في الحاجات اللي هي متصوره اوريدي الفيلم بتاع ده، انا اول مره اعرف الموضوع ده. وفي حاجات تانية اللي هو لسه ما بداوش تصوير وهم اللي هيعملوا السكورينج انك تحط المزيكا على المشهد. فانا ببعت مزيكا بس مش حتى بشوف حاجه، بس اكيد بيبقى معايا سكريبت او بيبقى معايا سيلكشن مشاهد عشان افهم بس الحوار على ايه يعني. فاهم. طب كان في سؤال جه في دماغي دلوقتي. اوكي. هل ممكن بروديوسر يتضايق لو مهندس الصوت عدل في الميكس بتاع البيت؟ بتحصل يعني، هو شيء بيحصل. ممكن اعمل ميوت ده. ما هو بالاتفاق بس قصدي مثلا يعني مين مهندس الصوت اللي هيرضى على نفسه ان هو يعدل بيت حد تاني من غير ما يقول له؟ يعني دي حركه دنيئه قوي. ما عشان كده في ناس بتحب تعمل كده، يقول لك لا انا اللي همكس التراك يبقى انا همكس البيت. تمام مكسه، بس بعد ما تخلص قول لي انا مكسته وعملت كده، يمكن انا عايز الهاي هاتس عاليه يا عم، خلاص ما تعليها لي. اوكي. فاللي بيعمل كده وبعد كده من غير ما يسمع حد اكيد كده في مشكله يعني. صح. بس اكيد من حقه يغير زي ما هو عايز. مهندس الصوت يغير ان هو اديني رايك، اديني انت بتفكر في ايه، يمكن في حاجه انا مش سامعها. وبعد ما انت تخلص خالص ناخد الحلو من ده على الحلو من ده عادي يعني. صح. سؤال مهم بقى. شايفين البيفات والمشاكل اللي بتحصل في السين عامه مفيده للسين ولا مضره؟ يعني بيحصل مشاكل كده. البيفات هل البيفات مفيده ولا مضره؟ احنا ممكن نسال سؤال، هل الراب مفيد بعيد عن البيفات؟ والله ولا مضر؟ سؤال برضو. اصل انا حاسس ان احنا بنحكم على حاجه جوه حاجه اصلا احنا ما تسالناش ولا هو كل الشيء ده اصلا مفيد في حاجه ولا مضر في حاجه ولا مش عارف ايه. ماشي. هل الراب مفيد؟ هل الراب مفيد؟ ولا مفيد ولا مضر، هو وسيله لتعبير ايا كان، زي الفن كله. زي احنا ممكن نقول هل الرسم مفيد؟ هل الفن مفيد حاجه موجوده بالظبط. انا حاسس ان بيفات كده بالظبط يعني، ولا حاسس يعني هو شيء طريقه للتعبير ايا كان. بس بحس ان البيفات دي بتصنع يعني بتعمل مشكله ممكن تفضل عايشه سنين. فدي حاجه اللي هو الناس ممكن تبقى فاكره مثلا ما بين شخصين ان في مشكله قامت ما بينهم، فخلاص الشيء ده عاش مع الناس. فانا شايف ان دي حاجه برضو وحشه. هو الصراحه انا حاسس ان انت لو عندك مشكله مع حد فقررت تعمل اغنيه الحوار بقى مضحك خلاص يعني، فاهم قصدي؟ يعني ما بقاش خناقه يعني بالنسبه لي انا. لو انتوا لسه متخانقين بجد بعد ما انتوا بتغنوا عن الخناق، فالحوار كله لعب عيال يعني. قشطه اللي بيتخانق بجد او اللي متضايق من حد، يا اما بيكلموا في التليفون يتناقشوا الشيء عامل ازاي، يا اما يفصل معاه. بس اللي في النص ده بحس فانتوا لسه بتحبوا بعض، فعشان كده بتتكلموا على بعض في اغاني اصلا بقى. تمام ماشي. عامه يعني دي وجهه نظر اول مره ابص لها من الناحيه دي. هي فعلا ليه انا اتكلم عن حد واقعد انكشه؟ عارف انت اخوك اللي هو انتوا اخوات بس هتطلعوا ميتين بعض عادي. ايوه نفس الشيء يعني. يا نهار ابيض.
بس كمجال انترتينمنت بتشوفوا ان البيف ده حلو دلوقتي كانترتينمنت؟ هو اي حاجه هتخليني اللي هو ايه اغنيه جديده مش عارف ايه بتاع ده يعني حلوه ليا انا، بس هل هي مثلا هل الفيور الطبيعي هل ممكن يفهم ان هو الراب عباره عن كده فيطلع يقعد يكره على ده ولو ده قال عليه كلمه يبقى كده ولا لا؟ فما تفهمش برضه هل احنا وزاره التعليم العالي نقول ده مفيد ولا لا، ولا احنا شباب بنسمع اغاني فنقول مفيد ده ولا لا. ده سؤال كبير قوي. انا لو بروديوسر صغير واعرف شويه ناس يعني big enough to make moves، ازاي اجيبها لهم اني عايز اميك موفز من غير ما يبقى شكلي بروك اس؟ اقول لها ايه الحلقه الحلو ده؟ ممكن اسال سؤال؟ وانا ببعت لك فرانكو بتقراه كده؟ اي حد في الكوكب لما بيبعت لي فرانكو بقراه كده. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، انا اسف. يلا رياكت. كريم اسامه كان لسه بيكلمنا على فكره وانا برضه بجد والله. عارف ان احنا فاتحين كان بيقول لك انت قلت على تراك هو ده بقى اسوأ تراك في السنه، لو سمحت اتكلم عن الحوار ده اكتر. انا اسف، انا اسف والله انا قلت حاجه زي كده. بص انا كريم اسامه بحب اسمع منه الحاجات اللي زي كدابه مثلا. ممكن اشرح لك اللي حصل في أكيد. في تراك هو ده بقى، واظن الناس ممكن تكون مهتمه. الفكره ان انا اخويا بيسمعه، يعني اخويا بيحب التراك ده لكن انا لا. اوكي. وهكذا، فاهم قصدي؟ اوكي. هو كيمو بيتفرج دلوقتي على فكره. اخويا كيمو. هو كريم اسامه اخوه الكبير. هو استاذ تامر حسني تواصل معانا او معايا يعني قال لي احنا حابين نعمل حاجه جديده ومش عارف ايه وان هو حابب الحوار، يعني حابب يجدد من ايا كان الصوت اللي كده. اوكي. ف وقال لي كريم اسامه حابب جدا اعمل معاه حاجه. تحفه. هو اللي اختار. لا هو اللي اختار. اوكي يعني جامد. فاحنا جايين على اساس ان الشخص الارتست التاني هو اللي طلبنا، فاهم قصدي؟ اوكي. فاحنا رايحين على اللون ايا كان ايه هو اللون بتاعه، حاولنا على قد ما نقدر نقرب نشد اللون ده شويه ناحيه البتاع ده، بس هو تامر حسني اللون بتاعه كوميرشال يعني مش كعيب، كميزه تماما يعني. هو بيعرف فعلا يعمل ده. فالتراك في الاخر طلع على اللون اللي هو تامر حسني تماما، فزعل كل بتوع الراب تماما. الفكره ان انا زعلت قوي ليه، عشان انا بحب بس هو التراك مش ليكم، انا عارف عشان كده هو راح. انا عارف والله. بس انا عشان كده انا كنت متضايق لسبب اللي انا بحب كريم اسامه قوي، فاللي هو انا مش عايز يعمل اللون ده خالص، عايزه يبعد عن الفكره. فاهم قصدي؟ سيبه يجرب يعني. ماشي، هو كده براحته يعني. هيروح شويه ده كريم اسامه في الشات يا جدعان. فاير لكريم اسامه. مين السؤال ده؟ ايه بقى؟ ليه مفيش فرص لاي ارتست يتشاف من غير علاقات؟ يعني انا بقيت اشوف ناس بالعافيه لمجرد ان ليهم ريليشنز كتير. ان يكون ليك ريليشنز كتير ويكون ليك علاقات، ده جزء لا يتجزأ من كونك شخص بروفيشنال بيطلع حاجات بطريقه بروفيشنال. فان انت تقول الناس دي عندها علاقات فانا بشوفهم كتير وانا ما عنديش علاقات فمحدش شايفني، بيخلي شكلك مهزأ من الاخر يعني. اشتغل على علاقاتك، اشتغل على الكونتنت اللي انت بتعمله، على الصوت، وما ترميش حملك على حاجه تانية. حاتم محتاج له شويه، هو لذيذ والله بحبه. 15 كده. بلاش اقول اسمك التاني. ايه اسمك التاني ده؟ اسم 15. لا خلاص. لا اسم تاني. لا هو عارفه. لا طب ما تيجوا نرياكت بقى على شويه حاجات كده، انا كنت محضر حاجه يعني. شوتزو اصحى شوتزو. ممكن سؤال افتكرته دلوقتي. قول لي. هل في حد ادى للوايل انسبيريشن بره مصر؟ فلوم. في حد جوه مصر؟ توتي مولوتوف تماما يعني. بجد والله؟ والله. انا قلتها وتوتي عارف كده يعني انا بقولها كذا مره. انا رحت فتحت FL استوديو، طبعا كنت عارف ازاي استخدمه كده، بس فتحت ده يوم العبد الشيطان قبلها 2010. فتحت بهدف ان انا اطلع اغنيه اليسها للعالم تحت اسم جديد بسبب توتي، اللي هو توتي نزل سايكوب دي، وانا انبهرت الصراحه. قلت ايه ده، انا اقدر اعمل حاجات حلوه زي كده. طب وعملت وكسرت الدنيا ما شاء الله يا جدعان. دبليو توتي في الشات يا جدعان. حصل. ومولوتوف ودبليو مولوتوف في الشات. يلا بينا. النهارده معانا 5 تيرز. كينج، عم الناس، اخويا، حبيبي جامد، عشان مفيش حد وحش، كلنا بنحب بعض. مفيش مزيكا وحشه يا جدعان. بالظبط كده. طبعا الناس الموجوده تحت اخواتنا، وانا اسف لو نسيت حد، كلهم اخواتنا كده. وبس يلا بينا نبدا. جاهزين؟ يلا بينا. النهارده معانا اول بروديوسر
وزة منتصر. وزة بينتج كتير. ليه ساوند بتاعه، ليه الساوند الشعبي بتاعه تماما. محدش بيعرف يعمل الصوت بتاعه ده. كواليتي الميكسنج الصراحه هنزل شويه. الميكسنج بيبقى ساعات في تراكاته ساعات بيضرب بيبقى جامد فشخ، وساعات تانية بيبقى له الفوكال فين اصلا، فاهم قصدي؟ متفق. هو ليه ساوند معين في الميكسنج بتاعه، بس ساعات عم الناس مناسب انا حاسس. حاسه عم الناس طبعا. وزة من صح؟ مؤسسين يعني. عم الناس كده. مهيب سليت بينزل كتير فشخ، حاجته فريش تماما. بحس ان مفيش حاجه شبه حاجه، او مفيش حاجه شبه حاجه قبله، فاهم قصدي؟ عنده كل انواع، وميكسنج انجينير شاطر جدا 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 جدا, جدا. فهو هياكل الدنيا كمان شويه اصلا. اخويا مهيب فاجر. عم الناس مهيمن عم الناس تماما على طول. عنده صوته تحفه. انا بحب عنده انتاجاته. ميكسنج بتاعه حلو جدا. ورايق يعني. ما بحسش ان هو فرصه ان انا هروح اعمل اللون ده عشان هو اللي هنا دلوقتي، ولا مفيش الكلام ده خالص. انا بحبه قوي الصراحه. عم الناس ابيو كبروديوسر كينج الصراحه. ما عنديش اي حاجه. اوريجيناليتي موجوده، كميه موجوده، ميكسنج موجود. ايوه. عمل شكل جديد ازاي تبروديوس اصلا تراكات اكسبيرمنتال محدش عملها قبله، وفي ناس بتمشي وراها اصلا. يعني يستاهل كل حاجه الصراحه. صح. مروان بابلو كبروديوسر والله احب اسمع له مع بروديوسرز تانيين يعني. تمام فاهم التايب بتاعه كده، بس حاسس ان هو لو بيدي فرصه احسن ان التراك يطلع اقوى. بالظبط يعني. حاسس هو كفوكالست افشخ 20 مره من كبروديوسر. ممكن عشان مروان بابلو رابر لا لو رابر هدي كينج، بروديوسر هدي اخويا. اخويا بالظبط. اتفق ماشي خلاص. جلبة اللعب بتاعه كمان، اللايف اللي بيحطه في التراكات. ما فيش حد بيعرف، ما فيش بروديوسر في مصر محدش بيعرف يعمل كده. ايوه انا عشان كده بحبه. عم الناس بالنسبه لي. عم الناس اخويا جلبة. نصرت اسماعيل نصرت. غزارة انتاج غير طبيعيه الصراحه. ميكسنج غير طبيعي. توب نوتش الاثنين مستوى عالمي. كده عم الناس. ماشي. عم الناس يا نصرت. هادي معمر. هادي. انا هضطر احط هادي كينج لاسباب تانية. ليه؟ انا عارف ان هو كده ما اداش الانفلونس بتاعه على الايجيبشن سين كامله. بس هو اكتر بروديوسر اعرفه في حياتي بيجرب وبيودي. اللي هو لا هروح اجيب حاجه من اسوان، على حاجه من الصعيد، على الكترونيك مش عارف من صربيا، وهعمل ميكس وهجرب فيه وهغني كمان فوقيه. فبحسس كفريش، كشيء فريش، فهو كينج. وكمان ستايله معتمد على كده، معتمد ان هو دايما يفضل فريش، مش اللي هو انا همسك في لون وانحته لاخره الصراحه. صح كينج. ادي كينج تمام. كده كينج. حسين جمال اكتر حاجه هتقلله الكوانتيتي متهيألي. صح انه بينزل كتير. قليل قوي. قليل جدا جدا. وعنده لايف سيت فشيخه، وعنده صوت. يعني انا بحس ان هو بيعرف يعمل الحاجه اللي انت ممكن تسمعها وتفايب مع التراك. هو بحس ان انا حاسس بيه وهو بيعمل التراك. فاهم قصدي؟ هو مزيكاتي يعني. عشان كده بحبه. مزيكاتي تماما يعني. فشخ بالظبط. بس قله التراكات برضو هحس اخويا مناسبه. فاهم. خلاص اخويا نديله اخويا. مش بعد اذنك نزل تراكات كتير. توتي كينج. ما اقدرش اقول اي حاجه الصراحه. كينج اصحى توتي. توليت كبروديوسر اخويا. يبقى كده احنا هنحطه اخويا. مظبوط. ضلوا احطه حبيبي الصراحه. انا شايف بسبب ان هو قدر يمسك صوت وعمل صوت جامد، فانا شايف دي ان هو يبقى اخويا. انا كمان الصراحه. عشان هو ان فكره ان هو لقى صوت اصلا دي حاجه صعبه جدا. وشايف ان هو الصراحه فنان جدا. نحط اخويا زي الفل. كينجو. اخويا. صح. اتفق. ماشي. اخويا. للبابا. عم الناس. سيكا. عم الناس دايركت. انا بحبه قوي. عم الناس تماما يعني. وكمان عم الناس بيلمس مع كينج اللي هو كده. شغلات كتير قوي. وانتاجات بروفيشناليزم كده. بس كوانتيتي يا جماعه برضه كتير قوي. سيف رداف. الحاجه الوحيده اللي ناقصه اللي يمكن بس اسمعه كتير يعني. ينتشر اكتر مع الناس تانية. يعني البيتات اللي هو عملها يمكن من كلها سبحان الله بنزل في الديسكريبشن اشوف مين اللي عمل البيت بعد كده الاقيه هو. فهو عنده حاجه مميزاه تماما. بس هل ده بيحصل انا معايا قد ايه؟ كل كتير فشخ يعني. ما بحس ان مفيش حاجات كتير قوي بتنزل. فاهم. براحتكم. انا مش براحتكم بقى. كنت قاعد بفكر في حاجه بعد كده بص كده في جامد وجامد اتنين مثلا حاجه زي كده. مولوتوف. كينج. يعني اي حد هيقول عكس كده. بس احنا ممكن نعمل واحده فوق لمولوتوف.
ينفع ماشي يلا بينا. طبعا مولوتوف معزه وحط مولوتوف ماشي. ما لازم لما يجي بقى. ماشي. كليك كلاك يعني كان فشيخ في 2020 مثلا، بقى كده ما سمعتش حاجه. مش كلاك هحطك في جامد، بس انت المفروض تبقى عم الناس يا كينج، بس هحطك في جامد عشان بس الريليس قليل. مروان موسى كبروديوسر كينج. مروان موسى كينج برضه شايف كبروديوسر كينج، كسامبل وتقطيع وميكس وكونسيستنسي وكل حاجه. انا عليا جود كمان، بس يعني مولوتوف هنحطه في جود. والله ليجاسي ما بين جود وكينج. يعني هو برضه عنده طيب كده محدش بيعمله. تحس مروان وليجاسي حته اللي هو النص بين جود وكينج، بروديوسر متكامل. يعني بس لو هنتكلم دلوقتي ان احنا بنعمل تير ليست بروديوسرز بس، يبقى مروان وليجاسي كينج. انا شايف كده بقى. كينج. سولي عم الناس. انا بقول كينج. انا بقول كينج بصراحه. سوري اللون بتاعه انا بقول ولا حد حتى بيعرف يعمله، فاهم قصدي؟ اللي هو عمل لون حد، يعني حتى لو انت عايز تعمله لا صعب عليك. مش انا ما بعرفش اعمل لونه خالص اساسا، فيستاهل الصداره. اوكي كينج. تعال نشوف كريم اسامه كبروديوسر. كينج صراحه بيتاته مختلفه عن بعض، وكلها تحسها كده اصدار واحد من 1000، فاهم قصدي؟ فاهم اللي هو لا مش هينزل زيه تاني. انا لسه عامل تراك اصلا ونازل. هو بدأ كبروديوسر اصلا. ايه ده بجد؟ عارف كده؟ لا ما اعرفش. انا كريم اسامه ظهر قدامي كارتست. هو قرر يظهر كارتست، بس قبلها كان بيبرودوس ناس تانية حتى وكده تحفه. طب كينج تمام. كنوج ودي عمر كيف. حاسس عم الناس عشان اي ثينك عمر كيف تراب بس يعني عم الناس. انا حاسس لا انا اقصد هو عم الناس يعني. انا حاسس بس هو عنده السكيلز ان هو يعمل 100 حاجه غير التراب، بس هو بسبب ان هو بيعمل تراب برضه ممكن يبقى عم الناس. انا نفسي يعني انا حاسس ان هو لو عمل مثلا شعبي هيضرب الشارع. الكواليتي الكيك بتاعته هتبقى مختلفه هيضرب الشارع بتاع مصر كله. هنسمع بيتات عمر كيف في حته ثانيه. وبرضه عاجبني ان هو برضه محافظ على صوته في كل البيتات. هو عنده اللي هو انت بتعرف ان هو احسن واحد وميكسنج البيتات بتاعته فاجر. اوكي عم الناس 15 ده الزعيم. 15 ما اسمعوش حد بيسمعه. بص بقى انا ما اسمعوش حد بيسمعه. بص بقى انا هقول لك 15 وحمامه نحطهم تحت خالص. وحاتم تحت. ماشي حالا حطينا حالا وانا معاهم. الناظر اعمل ليست فوق مولوتوف. الناظر جود كده حاتم بس حد بيسمعه. حطني في حبيبي. ايه ده حاتم؟ ماشي. ولا انا بصراحه ما بحبوش. حد يسمع الوايلي؟ لا برضه. لا ماليش فيه خالص. وانا الصراحه حبيبي. ماشي. ايفو فاجر. ما سمعتوش كتير. طيب بس من اللي سمعته كان حاجات فجر يعني. جامد. ايفو فاجر الصراحه. انا شخصيا عشان لسه مستني يعني ايفو انا قدام عيني، عشان هو صاحبي عامل البومات كتير قوي لسه هتنزل الفتره الجايه، فلغايه ما الالبومات دي تنزل والناس تشوفها يبقى مع سيف برضه. ماشي جامد. اوكي بس انا حاسس ان هو يعمل طفره. هو اللي هينزله الفتره الجايه هيحطه في جود بالنسبه لي الصراحه. ريف. حد يسمع ريف؟ حطه في حبيبي معانا طبعا. ريف معانا في الجنج بتاعت معانا في الجنج. لا نقيم الجنج. حمامه لو في ليست تحت حبيبي حطها. ماشي طبعا. هو اعمل له ليست سميها حمامه والنبي لوحده بجد. والله العظيم حالا. بيلو ماشي. معلش انا اسف يا استاذ حمامه والله. سميها حمامه. ضن. راضيين عن التير ليست دي. انا فخور وحاسس مليناها كلها يعني ما فيش يعني انا راضي عامه. وانا كمان انا مبسوط. يونيو بلينجهام ليونيو. انا بحب يونيو قوي يا جماعه بجد. بجد بقول لي على الميكس وماستر بعد. ايه ده انت اللي عامل بيت؟ انا عامل ميكس وماستر. اوكي. طب بقول لي رايك بعدين. انا اللي عامل بيت. هقوله لك دلوقتي. انا اللي عامل بيت. جامد يا بكري حبيبي. ختام الويل يا جماعه بجد. روحوا يعني انتحروا. بكري جود. لو مكتوب لي بقى مكتوب لي اهلا بك في حياتي قصه عندليب بتدق. جامد. لا بجد جامد. وريسبكت الاكرم وكفاص وبرولوسي برضه. جامدين يا جدعان والله العظيم بجد. احنا بنطفش من الوهره عزل من المكانه. بيد اكتر هيخش يعمل لقطه. ايه ده بجد؟ مين؟ بيد اكتر. كلب ولا ايه؟ بص. ايه ده في نص طب سؤال، هو ده كان متخطط لها؟ لا خالص.
دخل عمل كده، هو ده الكذب. انا ده اللي انا كنت عايز اقوله يا حاتم الصراحه، عجبني ان هو بيغني عشان الناس بيقول لك بيراب في النص بشكل هو يعني من القليلين فشخ الار ام بي سلاش راب في مصر، ما فيش حد بيعمل كده اصلا. جامد. وكمان الفلو ده بعيد قوي عن الفلوهات اللي كانت قريبه، الناس بتقول لك لا كريم بيعمل فلوهات قريبه من بعض، ده بعيد تماما. فجامد فشخ الصراحه. مش لازم اتحب زي ما انا مش عايز اراضي حد، ما انتوش قضيه كلكم على القد. ضحكتني قوي على الفيديو ده. الناس كلها بيقولوا الفيديو ده فيه نكش لأبي يوسف عشان نفس طريقه عزرائيل اللي كان مصور بيها. الناس مصدقين نفس الطريقه، بس هل ده نكش؟ لا طبعا. بنزل اخلص زي بيبي شارك وبعمل دو 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 دو. لا لا الناس ما كنت بطل تقول ويكس وبابلو. الكورس بتاعه بيديني كده حاجه، انا اصلا من نوع الناس اللي بحب اسمع حاجات هاديه، بيخليني عايز اقوم فايب كده. في حد كاتب اسمع تراك الازازه بتاع اوزار، ده التراك اللي كنت بقول لك عليه قبل اللايف. رضا بيا الحاله مش هي، كل حاجه ماشيه في الزمن دوت. يا عمر شباب تحفه بجد. ايه اخواتنا دول ستريمرز. السلام عليكم. شكلهم طلعوا مع سيف. انا طلعت مع سيف صح. مش انتوا كسرتوا الشاشه؟ ايوه يا اسطى كسروا لي الشاشه، انا اللي كسر لي الشاشه اصلا. اسمعني اخويا. شبه محمد سلام. لا شبه محمد سلام. طيب ماشي، بص يا ويلي، انا بيك فان حبيبي. انت مخيف حبيبي ربنا يخليك. انا عايزك اسمع، انا هشوفك في يوم ونخليه في ايه. طيب انت سويت ثانية عايزك توقعني على ده. خلصانه. هو ده ايه ده اصلا؟ انهي واحد ده اسمه ايه؟ ميني. جامد ماشي ديل ان شاء الله يا ابني. في العربيه وانا رايح الشغل وانا راجع من الشغل، حتى الانترو بتاعي. اسمع، انت الساوند تراك بتاع اخر 3 سنين، اخر سنه ونص في حياتي حبيبي. كل يوم. حبيبي والله دي حاجه تبسطني، ربنا يخليكم يا شباب. عموما يعني رجاله، انتوا لايف يا رجاله. لايف. احلى مسا على المصريين كلهم. اخويا والله انتوا ارجل ناس في الدنيا. اخويا والله. الراجل ده بيحبك فشخ. بحبك جدا على فكره. اخويا والله. بص هو خليته يوقع المنشر والغسيل وكل حاجه. احنا اسفين والله. ايوه الراجل بتاع الراب ده، ايه رايك في بجد؟ مين بتاع الراب؟ مين كلنا بتعرف بجد؟ لا مين بتاع الراب؟ كلنا عارفين بجد. ايوه ايه رايكم فيه بقى؟ فاجر جامد الصراحه. اندر ريتد؟ لا هو قال لي انا اندر ريتد، بس لا هو بدا يودي خلاص. هو ريتد في مكانه دلوقتي. بدا عمل ولا فيلم هيت يعني هو ولا ليجيس؟ بس معلش اكيد ولا ده طيب وده طيب يعني ما ده نوع طبعا بالظبط. بس يعني كده ليجاسي. يعني انا بسمع ليجي اكتر. كده انا حاولت اخرجك من المقارنه بس انت دخلت وش كده ليجي. احلى اللاعبين خالص. كمل التراك طيب. طب سيب التراك طب ماشي. انا معلش ثانيه، انا اللي على اليمين خالص ده انا عارفه، اقسم بالله عارف اسمه بس نسيت. مين انت يمينك عليه ايه؟ لا انت اللي بتتكلم. انا اللي على اليمين. ايوه حذر انا مين ده؟ انا ناسي اسمك اقسم بالله. طب اديله هنت اديله هنت بسيطه. ماشي. اقوى بروديوسر في مصر. اي ما انا عارف ان هو بروديوسر، ما المشكله عارف بس نسيت. لا كده ما نقدرش ندي لك اكتر بكده. ثانيه لا انا حاسس. طب مين بروديوسر تعرفهم؟ وانا ايه؟ الوايلي صح. عاش. انا كنت اقول له لا. عارف ان كريم اسامه كان ساكن في العماره اللي جنبي؟ مين؟ كريم اسامه. مدينه نصر؟ مصر الجديده. ايوه ما الزهراء مدينه نصر. ايوه كان عايش في العماره اللي جنبي وكنا بننزل نقعد في نفس الكافيه. انت عارف ان كريم اسامه في الاغلب بيتفرج على اللايف، فهو سامعك كده. هو سامعك دلوقتي. لا والله ايام جولدن كافيه بقى كريم. الله يرحمه كوبايه الشاي. اخويا يا عم. نشوف حبيبي. سلام. يلا عايزين حاجه؟ حبيبي. انا عارفك. السلام عليكم. انا بحبك. انا مين طيب؟ استنى، انا مين؟ الويلي يا جدعان.
يا بروديوسر اقسم بالله يا اسطى انا بعمل بتاعت والله يا اسطى، انا بحبك فشخ. يلا والله يا سيب شكرا. انا بحبك قوي يا نهار اسود. بقول لك ايه، انا كنت انا بحبك تعالى اما نتصور يا اسطى يلا بالله عليك اتصور. يلا بينا يا اسطى انا بحبك. التراك بتاع الموند جامد قوي حبيبي جامد قوي حبيبي جامد قوي على الريبيت يا اسطى والله. حبيبي انا بحبك قوي والله تسلم. وبحبه هو كمان والله، بموت في ليجاسي اخويا يا اسطى كلب ليجاسي انا والله طب وحاتم طيب بحبك كده بحبك والله لا كده اخويا والله كده تمام. انت طالعين لايف بحب اللي في كله يلا بينا فايرات في الشات يا جدعان الراجل ده. بس انا بحب استنى لايف على ايه طيب؟ انا بحب الويل قوي يا جدعان. اكتب باكري بحبك قوي والله. باكري باكري اكس 1. بحبك قوي. طب اسم الاكونت طيب؟ باكري اكس 1. بكري يا اسطى انت ما تعرفش ازاي يا اسطى، ما تعرفش ازاي يا اسطى. احلى مسا عليكم يا اخوات. باي باي. يا دين امي يا اسطى انا عارفك. يو بقى انا زهقت من الكلمه دي يا عم بقى، يا تقولوا اسمي يا ما تقولوش حاجه بقى. لا مش انت تخين. ودي يا بكري ودي يا بكري يا اسطى ده الويلي يا اسطى يا كيمو. مشبه يا جدعان. لا احنا بنشبه. ايه رايك في الصوره اللي اخترتها لك؟ يا اسطى ليه؟ ما انت عارف ان الصوره دي انا بكرهها. عشان كده قال لي هنا 10000 مره بسبب الصوره دي. انا ماليش دعوه، انا قلت له انا ماليش دعوه. هو بكري اخويا كيمو والله اللي عايز يوقعني بقى. يا اسطى ما اقدرش يا اسطى والله العظيم ما اقدر. انا بحب كدابه قوي يا اسطى. ربنا يخليك يا اسطى اخويا اقسم بالله. بس انت عايز توقعني ما تنكرش يا اسطى انت كشفتني يا اسطى بجد كشفتني يا نادين دبليو شات لكل يا جدعان فايرات في الشام بعد اذنكم يلا. دبليو نادين دبليو كريم دبليو عمر دم العلاقي. انت في الجي يو صح؟ ايوه صح صح. انت بتفضحني ها؟ انا في الجي يو محتاجين سؤال؟ ايوه عايزين ايه ده بجد؟ ايوه انا مش انت قايل لي جي سي قبل كده؟ انت جي يو جماعه الجي يو ده كان بيسوحني. انت كنت بتسوحني؟ انا كنت بسوحك ليه يا اسطى؟ عادي مزاجي. اقول بقى جامعة كريم يلا بقى قول يا ابني هو بينزل تيك توك كل يا ابني سبيل هناك سبيل هناك خلاص اتعرفت انت. الراوي اللي جاي. لا بس بقول لك ايه، العيال بتكرهني في الجامعه فكك. كداب يعني في عيال كتير في الجامعه بس بيكرهوني يعني والله بيقيروا منك. دي الغيره غير الكره. بيقيروا منك يا اسطى عايزين يوقعوك. ماشي اسال بكري. لا يا عم خليني جنب الحقيقة. اسال بكري. ماشي طب الحمد لله بقى الحمد لله. انا غير صوتك عامه اللي في التيل لسه غيرها. اسال بكري بس وقع بكري. انا عندي سؤال انا عندي سؤال ايه مروان موسى ولا ليجسي؟ ليجسي. وانت يا حاتم؟ مروان موسى. سهله يعني. الاثنين اخواتنا والاثنين اخواتنا احنا الاثنين كده كده يعني انا اخو مروان وهو اخو ليجاسي فمعروف يعني ما تحاولش. تيجي انا اسالك سؤال؟ اساله بالله عليك اساله تيجي انا بقى اسال تامر حسني ولا الويلي؟ الويلي. لا انا عايز اجابه كريم. هات كريم اللي جنبك اللي طلع من الفريم ده. انا عايز اجابه كريم. طب السؤال رايح للويلي اكس ولا بابلو؟ انت عارف انت ليه يا اسطى كده؟ انت عارف اجابه السؤال ده حقيقي. اتمنى تجاوب عنك بصراحه يعني. اتمنى لو انت تقول الويلي يا جدعان وتقول بقى انا بحب ويجز ولا بابلو. لا هو بيقول لك انت قول جاوب مكاني. قول على لساني يعني قول انا قعدت مع الويلي وهو بيحب كذا بقى. انت فاكر انا بحب انهي فيهم؟ حلوه دي. لا يا عم ما تكلمش في حد بالظبط. يا جماعه انتوا النت عندكم وحش قوي انتوا باينين. لا عادي هيقولوا. قول يلا. انت نادين معلش. او قول لنادين تقول والله. واحد ممكن اكون بسمعه في الاستوديو بيسمع حاجات بابلو. يعني بابلو اكتر؟ والله يا نادين بتكذب. ايه ده بجد؟ لا بقول تراكات. لا انا ما قلتش حاجه، انا بقول يعني مثلا ممكن اكون كذا مره تراك بس على بتحب مين ما اعرفش اكشن.
يعني دي انا لا انا ولا بسمع ده هتنكري. ليه وانت كده طيب؟ انا مش فاهم يعني، ولا بشغل ده ولا بشغل ما عنديش حاجه مع حاجه وحاجه ضد حاجه. ايه؟ قلت لك انا بحاول. احلى دبلوماسيه. بس هو ما بيكرهش حد فيهم يعني بصفه عامه. بس طب وانت يا كريم؟ ايوه بابلو اكتر عادي. اوه مروان موسى ولا مروان بابلو؟ يا ابني الواد والله ما عايز اضيعك المره دي. الاثنين. لا مروان موسى ايه اقول له لا يا عم لا بص الاثنين بالنسبه لي ليجندز الصراحه. كده اختار واحد بقى. ما هو الفيفورت بالنسبه لي ما اظن ان هو معروف يعني. 2 فيفورت بالنسبه لي موسى سام ومروان بابلو. ده توب يعني بالنسبه لي يعني. جامد. وعلى فكره برضو يعني كل شويه بتتغير يعني، كل شويه الفيفورتس بالنسبه لي بيتغيروا على حسب الفتره يعني. يعني الاجابه مروان بابلو. ايه الاجابه مروان بابلو. ما اعرفش بقى. لا يا عم ما توقعناش في حد. لا بهزر والله بهزر. لا الاثنين اخواتنا انا عارف والله. الفيفورت بالنسبه لي قوي بابلو الصراحه. جامد. لان انا عملت يعني بسببه هو ويجز في الاول عملت مزيكا، فدايما بتبقى اول حاجه دي كده، واول حد اتاثرت بيه بيبقى ليه حته في القلب كده. اكيد 100%. بس اكتيفيت. رجعنا تاني. خلاص بقى كده يا جماعه، احنا ايه يعني، اتمنى تبقوا انبسطتوا النهارده، وبجد انا مبسوط فشخ ان حاتم كان معايا وان الويلي كانوا معايا النهارده. بجد ستريم بالنسبه لي مميز بشكل شخصي فيعني وفني كده بس انا بقى يعني من جوايا كده بس بقول لكم. فلو سمحت فايرات في الشات بقى، انا عارف ان هو لا انا صعب عليا زي ما صعب عليكم. اعمل ايه طيب ما انتوا قولوا لي. فايرات بقى. ايوه كده ان شاء الله الستريمات الجايه تبقى جامده. وبس كده يا جدعان، بحبكم فشخ. السلام عليكم يا اخوات، بحبكم فشخ.